بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم انطلقت فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته 19 بحضور إعلامي كبير من داخل وخارج الكويت وجلسات متعددة. افتخرنا اليوم أن فلسطين هي ضيف الشرف، واستمتعنا بوجود العديد من الإعلاميين والإعلاميات الزملاء من كافة الدول العربية في جلسات حوارية ومناقشات حقيقة مليئة بالأجواء الإيجابية. نسأل الله عز وجل أن نكون وفقنا في تقديم مضمون إيجابي، ونكون وفقنا في تقديم شيء يعود بالمنفعة على صناعة الإعلام وعلى الجسد الإعلامي ككل. قاسم مشترك، أنا في قواسم أن أول شيء أنك تتعب على شغلك، أنك تستمتع بشغلك، أنك تلاقي هالمحبين من الناس، تلاقي الناس الداعمة والمساندة، تلاقي كثير من التفاصيل المهمة. هذه أكيد هي قواعد النجاح، أن يكون معك فريق عمل شاطر ويعني مثل ما قلت بكلمتي، أن يكون عندك تدعي لك وأسرة تساندك وفريق عمل يدعمك وبلد يحتضن كل أفكارك. هذا هو النجاح. أنا أولا في البدء سعيد جدا بتواجدي في هذا الملتقى، سعيد جدا بهذه الدعوة الكريمة التي تلقيتها من وزارة الإعلام ممثلة في وزيرها النشط عبد الرحمن بن بداح المطيري وأخي العزيز الأستاذ ماضي الخميس، وأشكرهم جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة، وفرصة أن أنا ألتقي مع مجموعة من الزملاء والزميلات اللي صار لي فترة طويلة ما ألتقي معهم. الملتقى اليوم احتضن كثير من الفعاليات والكثير من اللقاءات والندوات، ولعل أجمل ما فيه هو هذا اللقاء مع هذا الجمع الطيب من الصحفيين والصحفيات. فأكرر شكري وتقدير القائمين على هذا الملتقى، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح، وداعيا لهم للمزيد من التطور والمزيد من تحقيق النجاحات، لأن هذا الملتقى يعتبر رقم 19 في تاريخ الملتقى الخليجي. طبعا اليوم الصحافة تواجه حملة شرسة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ما عادت زي زمان ما كانت عليه، والإقبال مع الأسف الشديد على الصحف والمجلات ليس كما كان في السابق، ولكن مع ذلك هناك نضال يقدمه الصحفيون، هناك رغبة ملحة لدى الصحفيين في أن يكون لهم صوت واصل. المؤسسات الصحفية ما زالت تجاهد كل الجهاد في سبيل أن تبقى على الأقل موجودة، خاصة البعض منها ذات تاريخ عريق وإنجازات كبيرة قدمت على سنوات طويلة. لذلك أنا أرى بأن هناك حملة شرسة تواجه الصحافة من خلال وسائل التقنيات الجديدة التي ظهرت والتي تعتبر منافس شرس، ولكن أنا شخصيا ما زال قلبي ونفسي متعلقة مع المطبوعة الورقية. ما زلت أقرأ الصحف. أنا هنا لما أجي الفندق أطلب منهم أول شيء أن الصحف الكويتية لازم توصلني في الغرفة، على أساس أن أنا أحب أقرأها وأحب أطلعها في يدي أكثر من أقرأها على الجهاز سواء اللابتوب أو الآيباد أو التلفون. والله السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، لها من الإيجابيات الكثيرة ولها أيضا من السلبيات. لذلك أنا أنصح الآباء والأمهات بالذات في أن يراعوا ذلك ويحثوا أبنائهم وبناتهم في أن يكون هناك رقابة عليهم وتوجيههم من خلال بعض ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يوضحون لهم ما هو، خاصة بالنسبة للشباب الصغار، ما هو المفيد وما هو غير المفيد، على أساس يتجنبون الأشياء السلبية فيه ويحاولون يركزون على الإيجابيات على أساس أنها تنطلق إلى الأمام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله. معكم الباحث في التراث الكويتي صالح المصباح، عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للتراث. أنا مشارك باسم الجمعية الكويتية للتراث، معي ابن الخال سالم المصباح مختص باللهجة الكويتية. أنا مختص في إصدارات الكويت، مجلات وكتب. فأحضرت معي أول مجلة كويتية للمؤرخ عبد العزيز رشيد اسمها الكويت، صدرت عام 1928 حتى عام 1930. بعدها أصدر الكويت والعراقي في إندونيسيا 1931. بعدها أصدر مجلة التوحيد 1932. عرضت مجلة الإرشاد، مجلة الإيمان، صدى الإيمان. عرضت جريدة نادرة اللي هي كويت تايمز، صدرت عام 1961 يوسف العليان رحمة الله عليه. وهذه أول جريدة يومية في الكويت والخليج العربي. عرضت جريدة الوطن، رئيس تحريرها محمد بن سعد الصالح وبعدين داوود وجاسم المطوع، صدرت عام 1974. وأنا شاكر لكم تواجدكم وحضوركم وجهودكم، وبارك الله فيكم.
أسرار الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب. الهيئة العامة للشباب سعيدة بدعم هذا الملتقى الإعلامي في دورته 19. يعني بكل أمانة أهمية هذا الملتقى لهذا العام لا تقل عن الأعوام السابقة، بس هالسنة في شيء مميز، دولة فلسطين كضيفة شرف، وأيضا الموضوع المنتقى بعناية. هذه فرصة رائعة للشباب الكويتي سواء المهتمين في مجال الإعلام أو المهتمين بأي مجال آخر أنهم يكونوا موجودين يستفيدون في إثراء كبير لحصيلتهم العلمية المهاراتية المعلوماتية، وأيضا فرصة رائعة أنهم يلتقون بأشقائهم العرب من داخل وخارج الكويت، يتبادلون التجارب، يتبادلون المواقف وأيضا الخبرات. هذا الملتقى رائع، والهيئة العامة للشباب قدمت الدعم وأيضا قدمت المتطوعين. احنا عندنا في الهيئة إدارة معنية بالعمل التطوعي، وقدمنا المتطوعين للعمل في هذا الملتقى لأيضا اكتساب التجارب. السلام عليكم، معكم أسماء النفيس، باحث إعلام مبتدئ من الإعلام الخارجي. إحنا حاليا متواجدين في الفور سيزن في المركز الإعلامي لوزارة الإعلام. وظيفتنا كمركز إعلامي في الملتقى العربي الإعلامي 19 هو تسهيل أمور الإعلاميين والمراسلين المتواجدين هنا في الملتقى. ساهمنا في استخراج الفيز والتذاكر، ترتيب المواعيد طبعا، وساعدنا أيضا في ترتيب مواعيدهم للقاء مع التلفزيونات والإذاعة. اسمي روضة الشامسي من الإمارات. نحن من طلاب جامعة الإمارات، جينا عشان نحضر المؤتمر. هاي أول مرة لنا في الكويت وأول مرة نحضر مؤتمر. قابلنا وايد شخصيات مهمة، تعرفنا على وايد ناس، شخصيات جديدة أول مرة نشوفها. مؤتمر يعني كان وايد مرتب، تعلمنا منه وايد، وبعدنا في بعد جلسات ما حضرناها. أمس كنا حاضرين دور عن مواجهة النساء في المؤتمر، تعلمنا منها وايد أشياء. تعلمنا كيف يعني نحن كخريجات نتعلم أول مرة حقنا نطلع حق الحياة الجديدة اللي نحن بنطلع لها، فاستفدنا وايد أشياء حق المستقبل. طبعا أمنيتي كصحفية خريجة أتمنى أن يكون يعني صحفية معروفة على المستوى العربي، وأقدم شيء يفيدني ويفيد المجتمع ويفيد دولتنا دولة الإمارات. إذا تخصصت كإعلامية أفضل أتخصص في قسم المرأة، أتجه حق عالم الجمال الفاشن وهالأشياء، أحس أن هاي ميولي من ناحية الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة ميثا إبراهيم العيان، خريجة في جامعة الإمارات بتخصص الإعلام التلفزيوني. إن شاء الله في المستقبل سوف أكمل الدراسات العليا وأخذ الماجستير والدكتوراه. حضوري في هالملتقى كان جدا مفيد، وتعلمت العديد من الأشياء من شخصيات جدا كبيرة. كما نعرف أن في الماضي الإعلام بدأ في أمريكا، الإعلام التلفزيوني بدأ في الغرب، والقنوات الإعلامية كانت قنوات غربية، والأخبار التي كانت تأتينا كانت كلها غربية. أريد أن أقول أن مثل ما نحن العرب صنعنا قنوات مثل الجزيرة والعربية، نحن بإمكاننا أن نصنع مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بنا مثل تيك توك وتويتر، التي يمكن نحن نتحكم فيها ويكون في كامل الحرية بعدم حجب أي محتوى إعلامي. وشكرا. السلام عليكم، معكم الطالبة زهراء محمد جواد، طالبة سنة ثالثة من جامعة البحرين. طبعا بداية من هذا المنبر حابة أشكر جميع القائمين على هذا الملتقى، وعلى رأسهم الأمين العام الأستاذ ماضي الخميس، وحابة أشكر أيضا يعني جامعتي وعلى رأسهم دكتورة سماء الهاشمي اللي رشحتني لهذا الملتقى الجدا كبير. سعيدة جدا بتواجدي اليوم، وسعيدة جدا أن إدارة الملتقى ارتأت وشافت أن يعني من الضروري وجود الطلاب اليوم في هذه الملتقيات. يعني نشوف أن حضور الخامات الكبيرة جدا والإعلامية والمخضرمة في المجال الإعلامي اليوم قاعدين يعطونا خبرتهم يعني يأخذونها في سنوات نحصلها اليوم في ساعات. فإحنا جدا ممتنين لتواجدنا اليوم في هذا الملتقى، وسعيدين أيضا بحضورنا، وحابة أكرر شكري لجامعتي جامعة البحرين. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمار الهنائي من قسم الإعلام في جامعة السلطان قابوس بن سلطنة عمان.
في الحقيقة احنا سعيدين جدا لتواجدنا هنا في هذا الملتقى. حاب أشكر وأتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذا الملتقى، وأيضا جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان على منح هذه الفرصة للالتقاء بهذه النخبة من الإعلاميين. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الزهراء يحيى العبرية، طالبة إعلام من جامعة السلطان قابوس. جئنا إلى الكويت لحضور ملتقى الإعلام العربي في نسخة 19. طبعا سعيدين جدا بالالتقاء بهذه النخبة من الإعلاميين الرائعين، والاستفادة من المواضيع الشيقة اللي تمحورت حول المصطلحات الإعلامية اللي حولها الكثير من الجدل والاختلاف، أيضا من خلال القضايا اللي تواجه الإعلام العربي والرغبة في تطويره على صعيد أوسع والوصول للعالم. طبعا استفدنا بشكل واضح، وحريصين أن ننقل الاستفادة لزملائنا أيضا في الجامعة، ونشكر دولة الكويت العزيزة الشقيقة على استضافتنا في هذا الملتقى. السلام عليكم، معكم صديقة الديري، طالبة من جامعة البحرين. حابة أشكر دولة الكويت على الملتقى الإعلامي العربي وعلى تنظيمهم الأكثر من رائع. إضافة إلى ذلك حابة أشكر جامعة البحرين لاختيارهم لي لأمثل الجامعة والمملكة في دولة الكويت. إن شاء الله أكون عند حسن الظن. إضافة إلى ذلك حابة أشكر الأخ ماضي الخميس على حسن التنظيم، على اختياره إلى مملكة البحرين حضور هذا الملتقى الأكثر من رائع. فرصة جدا كبيرة، مكسب إلينا أن احنا نحضر هذا الملتقى. تعرفنا على شخصيات أكثر من رائعة، زادت عندنا الطاقة. نشوف الشباب شلون بدأوا، أو الإعلاميين شلون بدأوا من الصفر وشلون وصلوا. قاعدين يوضحون إلينا أو ينقلون إلينا صورة إنه ما في شيء مستحيل، أنت بس شد على نفسك شوي وراح توصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الهيثم الدروشي من جامعة السلطان قابوس، تحديدا في قسم الإعلام، تحديدا في مجال العلاقات العامة والإعلان. أنا اليوم صراحة أشكر كل القائمين على هذا الملتقى الإعلامي، وأشكر كذلك دولة الكويت، وأشكر كذلك جامعتي المرموقة جامعة السلطان قابوس لإتاحتهم لنا هذه الفرصة العظيمة. معكم الطالبة رغد السالمي، طالبة آداب لغة عربية من جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. أحب أشكر دولة الكويت على هذا الملتقى الأكثر من رائع، وأحب أشكر جميع القائمين على هذا العمل وهذا الملتقى. أشكر جامعتي على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة لطلاب قسم الإعلام في جامعة السلطان قابوس، وشكرا. السلام عليكم. الملتقى شيء ما شاء الله جدا منظم وعلى مستوى جدا عالي، وأشكر القائمين على هذا الملتقى وعلى رأسهم الأستاذ ماضي الخميس. ما شاء الله شيء جدا منظم وراقي. يتيح هذا الملتقى التقاء مجموعة ونخبة من الإعلاميين المخضرمين من جميع أنحاء الوطن العربي، مما يتيح فرصة التعارف وتبادل الثقافات والمنفعة. المدربة ولايف كوتش ريم الظفيري. أشكر قناة المنبر على هذا اللقاء ويعطيكم العافية. السلام عليكم، معكم زينب السالم، فنانة تشكيلية مختصة في فن الفلوغرافيا أو الرسم بالخيوط. مشاركتي في الملتقى الإعلامي العربي هالسنة راح تكون عن قضية فلسطين، فشاركت ب3 لوحات تتكلم عن القضية الفلسطينية. طبعا استخدمت فيها خشب الزيتون لأنه هو خشب اشتهر في فلسطين، شجر الزيتون، لذلك اشتغلت على خشب الزيتون في اللوحات الموجودة. السلام عليكم، معكم أخوكم بدر فريشاوي، فنان تشكيلي. طبعا تشرفنا احنا نقبل الدعوة في منتدى الإعلام العربي ونشارك في لوحاتنا، وكان طبعا التركيز في هذا الملتقى على القضية الفلسطينية والأحداث اللي قاعد تدور هناك. فأنا مع مجموعة من الفنانين، الأستاذة زينب السالم والأستاذة نور المصري والأستاذة حصة، يبنى لوحاتنا وشاركنا فيهم. وطبعا كل اللوحات تجسد اللي هي التضامن الشعب الكويتي مع القضية الفلسطينية. أنا الفنانة التشكيلية حصة العصفور، عضوة في نقابة الفنانين والإعلاميين. كنت معاقة في نسبة 95%، بس سبحان الله بفضل رب العالمين
ونظرتي للحياة وحبي للفن. طبعا صنع من حصة واحدة ثانية. طبعا حصة اللي الفن سبحان الله خلاها تستغنى عن الويلشير والعصات، ومنها قمت أدخل من دورات لدورات وطورت نفسي بنفسي لما وصلت إلى هالمرحلة من الفن. طبعا الفن هو هم بعد نقول إنه هو منغرس في داخل قلبي. طبعا هني أنا عندي لوحة سويتها عن الأقصى. طبعا حبيت إني أشارك في الملتقى في هذه اللوحة، واللوحة تعبر عن المعاناة اللي يعيشونها أهل غزة، أهل فلسطين. السلام عليكم، يعطيكم العافية. معاكم الفنانة التشكيلية نورة المصري. اليوم احنا مشاركين بدعوة كريمة من الدكتورة إيمان خباز للمشاركة في المهرجان أو الملتقى الإعلامي العربي. مشاركين أنا مع نخبة من الفنانين التشكيليين في لوحات معبرة عن القضية الفلسطينية، بما أن فلسطين هي ضيف الشرف في هذا الملتقى. مثل ما أنتم شايفين عندي مجموعة هني كبيرة حلوة من اللوحات الجميلة المعبرة عن القضية الفلسطينية اللي احنا قاعدين نساهم كفنانين تشكيليين في توصيل القضية بلمساتنا أو بريشتنا. يعطيكم العافية وما قصرت. السلام عليكم، معكم الفنانة موضة القذيفي، مشاركة اليوم في الملتقى الإعلامي العربي بدعوة من فنانة إيمان الخباز. مشاركة في لوحة عن فلسطين، لأن فلسطين هي ضيف الشرف حق هذا المعرض. السلام عليكم ورحمة الله. أنا نور القذيفي، مشاركة اليوم معاكم في ملتقى الإعلامي. معاكم لوحة من غزة مسويتها عشان غزة، مكتوب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. استخدمت الخط الديواني خط الديواني الجلي، وهني سويت الخريطة مالت غزة وداخلها أسامي المناطق مالت فلسطين. أشكر الدكتورة إيمان خباز والدكتور ماضي الخميس على هذا الملتقى الرائع، وشكرا لكم.